في هذا الفيديو راح نشوف قصة أندرو تيت العرب، أديب واعظ يا سادتي. على فكرة قضيت أكثر من 8 سنين من حياتي بس عم بدور على جواب لهذا السؤال اللي هلا أنت سألته. أوكي، أنت انولدت وأنت قاعد بتفكر بهذا السؤال. أنت غني بالفطرة، أنت ما صرت غني هيك، أنت غني بالفطرة. ومرة برحلة بشغلي كنت بموناكو قاعد بيخت مع واحد ملياردير. تعرف يا جماعة الخير، أنا امبارح كنت قاعد بيخت مع واحد ملياردير وسألته هذا السؤال. إذا واحد زيك لاجئ فايت على البلد جديد، كيف بده يقعد بيخت مع واحد ملياردير؟ ملياردير يعني مش إنه مليونير اللي تستوعبها بصعوبة، لا ملياردير. كمان شوي يقول لي إنك قعدت مع يخت بالسعودية مع محمد بن سلمان تريليونير، وقال لك شو الفرق بين هذا وهذا. يلا كمل أديب. وسألته هذا السؤال، قلت له كوني أنا جاي من عائلة فقيرة فأنا ما بعرف ليش في شخص بيصير غني وشخص بيتم فقير. تصدق والله سؤال إعجازي. يعني شو الفرق بين الغني والفقير؟ ليش هذا بصير غني وهذا بصير فقير؟ انا اظن يعني انه الغني بيشتغل والفقير بضله قاعد في الدار، على ما اظن. قام طلع فيني قال لي أنا ما رح أعطيك الجواب، أنا بدي إياك أنت تلاقي الجواب. طالع موبايلك وطلع على أكثر 10 أسماء أنت بتحكي معهم بشكل يومي، ودق لأول واحد بيناتهم هو كان أخوي. قال لي اتصل فيه واسأله هدول السؤالين، قل له إيش أنت عم بتساوي اليوم مشان تعلي دخلك المادي. ولما ما بيلاقي جواب يعطيك اياه اسأله السؤال رقم 2، قل له إيش أنت خطتك مشان تكون ثروتك المالية وقت بيصير عمرك 65. وما راح يجاوبك لأنه ما عنده جواب. بعدين اتصل ب100 ب200 ب1000 وراح تلاحظ إنه ما حدا عنده جواب على هذا الشيء، فلذلك رح تعرف ليش الناس بتتم فقراء. اديب ما بعرف ليش، بس عندي احساس انه الملياردير هذا صرفك باللي حكى لك اياه. يعني انت هسه شو استفدت لما قال لك شوف افتح تلفونك، شوف اكثر 10 بتحكي معهم، اسالهم شو خطتكم لتبنوا؟ يا زلمه شو واضح يا زلمه، انت ضيعت دقيقه من حياتي على الفاضي. هسه اجى تبع الغاز، يلا روح يا معلم، بدنا نقعد نستنى عبين ما يروح. يلا شايفين هذا الاكل على الطاوله كلياته اللي هون؟ هذا الاكل طول اكثر من 30 يوم لحتى يوصل على هي الجزيره بالمالديف بشمال المحيط الهندي. دي بشكلك بتحب جغرافيا، ليش ما صرت معلم جغرافيا؟ كان احسن لك يا زلمه. وفهمنا انك بالمالديف، مش ضروري تحكي يعني، خلص. هندي. وبتعرفوا شو الحلو بالموضوع؟ الشخص يلي ساق الباخره مشان يوصل هذا الاكل لهون، هذا الزلمه راح على الجامعه وطول 4 سنين دراسه مواد نظريه وعدى بامتحانات مشان يتوظف. هسا انت ليش بتاخذ الموضوع انه اي حدا بدرس بالجامعه وباخذ مواد انه عشان ياخذ وظيفه؟ بلكي الزلمه بحب هاي الشغله، انت ليش ماخذ الموضوع هيك؟ والمصاري مش ضروري تيجي عن طريق انك تتداول وتروح تصير رجل اعمال وابصر شو. ممكن انت تبدع باشي بتحبه وتصير مليونير ولا ملياردير. فلولا الدراسه والمواد النظريه والجامعه كان السفينه اللي جابت لك هاي الاكل مش موجوده، والطياره اللي سافرت فيها للمالديف برضه مش موجوده. ومش ضروري يكون الشخص اللي اخترع الطياره او السفينه بدور على المصاري، يمكن هو بحب هاي الشغله، بحب يخترع. يا زلمه انت شو بدك فيه؟ هو حر، ما لك دخل فيه يا اخي. وراتبه بالمتوسط، هذا الحكي مو مني، من الويكيبيديا فيك تشوفه، بين ال 16,000 لل 20,000 دولار بالسنة كليات. يي فقير يا حبيبي. طب بلكي الزلمه مستعد يشتغل ببلاش عشان هالشغل اللي بحبها. انا مستعد اشتغل باليوتيوب ببلاش، هو انا بشتغل حاليا ببلاش، حتى اني مش مجبور اني اعمل فيديو واعمل له مونتاج وانزله على اليوتيوب، ولكني هاي الشغله اللي بحبها وبشتغل فيها ببلاش والموضوع مش مزعجني عادي. فيا اديب، لم المصاري مش كل شيء في هاي الدنيا، لم المصاري هو اسهل اشي في الدنيا، ولكن الصعب انك تجيبها بالحلال وانك تجيبها عن طريق اشي انت بتحبه. اي حدا بيقدر يكون ثروة، ولكنه بنهاية حياته راح يندم لأنه كونها عن طريق الحرام أو عن طريق إشي هو ما بحبه، مع أنه هاي الشغلة من سابع المستحيلات إنك تكون ثروة من إشي أنت ما بتحبه. ولكن الحرام سهل. هسا أنا بروح بصير تاجر مخدرات، خلص خلص الموضوع. بالأخير حتى لو أصير تاجر مخدرات وأنا بحبش أتاجر في المخدرات، مش راح أنجح بهاي الشغلة. فلا تطلع وتعرض علينا ب2 مليون دولار تبعاتك هذول وتنصحنا كيف نجيب مصاري. جبت المصاري سهلة وبدهاش شيء، ولكن أهم شيء تكون بالحلال وبالإشي اللي بتحبه. كليات هي السفرة هون بالمالديف كلفتني فوق ال 25,000 دولار. هذا الشيء بيعني انه القبطان يلي عم بسوق الباخرة ودرس 4 سنين بده يشتغل 6 سنين لحتى يصمد رحلة وحدة مثل الرحل. بس في شيء غريب بالموضوع، في شيء الناس ما بتعلمنا اياه نهائيا. انت بتحسن تختار انك تملك الباخرة او انك تسوق الباخرة. والله إذا كنت راح أملك الباخرة بالحرام أو إني أسوق الباخرة بالحلال، راح اختار اني اسوق الباخرة صراحة. وهسه خلنا افهمكم ليش انا بحكي بالحرام والحلال. اديب كيف كون 2 مليون دولار على قوله؟ انا مش متأكد انه معاه 2 مليون دولار، ولكن على قوله كيف لم من 2 مليون دولار؟ طلع على السوشيال ميديا اديب وادعى انه عنده شركتين، الشركتين طبعا وهميات، ما عندوش ولا شركة. هو ادعى انه غني، طلع كذب على المتابعين وقال لهم بدكم تصيروا اغنياء
عندي كورس سعره مبلغ جدا بسيط، $1000، اشترك فيه وراح تصير تشتغل معي. طبعا طلع وضحك على الناس بانه راح تصير تشتغل معي. الموضوع بالاصل هو التسويق الهرمي. التسويق الهرمي هو انك تكون انت بقمة الهرم، توظف مثلا 2 عندك، 2 هذول يجيبوا لك 4، كل واحد يجيب لك 4، وال4 هذول يجيبوا لك 6، وال6 هذول يجيبوا لك 10، زي هيك الموضوع. مقابل انه كل مجموعة بتاخذ ارباح، كل ما كنت اعلى بالهرم بتاخذ ارباح اكثر من اللي تحتيك، والمستفيد الاكبر مين؟ انه اديب واعظ. هذا الموضوع كيف اكتشفته انا؟ هذول الفيديوهات اللي انا عرضتهم قبل شوي هذول مش من قناة اديب الاصلية، هذول من قناة نسيت شو اسمها، تروح تنشر فيديوهات اديب تمنحه شهرة اكثر، وبكون حاط رابط بالبايو. الرابط هذا اللي هو رابط الكورس، ولكن رابط خاص بهذول المجموعة وهذا الشخص. لما تفوت عليه وتشترك بالكورس من هذا الرابط، صاحب الرابط راح ياخذ نسبة من $1000. هذا هو التسويق الهرمي. فيعني الموضوع كله نصب بنصب بالاخير. فيا اديب، يرجى انك تحكي عن الحلال والحرام قبل ما تطلع، تحكي عن تكوين الثروة وابصر شو، لانه تكوين الثروة زي ما قلت قبل شوي اسهل اشي، ولكن الصعب انه يكون بالحلال. أنا عايش باليمن، بدرس أنا طب بشري، هي من أصعب التخصصات. كان عندي شكوك كثيرة في نفسي، معايا مشاكل مع أهلي كان، وقدرت أن أتخلص من كل هذه المواضيع. والآن أول $7500، وأيضا عندي عميل $2000. والآن العملاء يعني تواصلي هو داخل الانستغرام، وتواصلت مع 60 عميل. حلال عليه، هذا هو الحكي. شكرا أنا أستاذ كتير أديب. كتير كتير فخور فيك. زقف له ضايل، تزقف له كثير كثير فخور فيه لانه زاد ثروته كثير. اللي بسميهم عملاء اللي هم هذول اسفل الهرم. وأنا فخور أن أنا دخلت بالكورس هذا. ثواني، هتسمعوني؟ اوبا جاكون يا جماعه، انا كنت عم بشوف المكالمه كليتها وسمعت الشيء عم بيحكي مجد يا مجد، الف مبروك أيوة. على اول عميل. انا جدا مبسوط على الشيء اللي انت حكيته، قسما بالله ما بمزح. نحن وجودنا بهذا الكورس بس مشان نشوف النتائج تبعاتكم، مو مشان مصاري. وانت بتعرف انا بعتذر منكم، انا في نص الزحمه، بس والله العظيم طبعا اللي ما بيعرف أزاز صاحب أديب، يعني أنا بحس إنه أزاز يعني أهون شوي من أديب. أزاز بطلعش وبنصب على العالم، بطلع بس إنه بدافع عن صاحبه وزي هيك. أزاز قبل شوي كان بيكذب. يا أزاز وين الزحمة؟ يا أزاز أنت كذاب. يا أزاز فيش ولا سيارة في الشارع، إحنا سيارتين يا أزاز. لازم ادخل واحكي. الف مبروك مجود عليك. حبيبي أستاذ كزاد. اليمن خايف على حاله، يعني مفكر انه عمل اشي كويس. هسا تخيل يا يمني انه يروح منك هذول المصاري، تخيل، بدي اياك تتخيل، لا معك لا شهادة، رحت تخليت عن شهادتك مقابل انك تروح بطريق النصب. تخيل انهم يروحن هذول، وهن راح يروحن لانه مصاري الحرام ما فيهن بركة. لو معك شهادة بتقدر تعيش حياة عادية باي وقت بدك اياه، ولكنك انت تخليت عن شهادتك. المصاري اللي معك حاليا هن فقط مسكن له مضاعفات بعدين. انت هسه بتشعر بالسعادة صح، ماشي اوكي، ولكن ما في اي اساس ثابت اللي تقعد عليه، الا اذا كنت ما بتحب تخصصك. اذا كنت ما بتحب تخصصك الغلط فيك والله، ليش تختاره؟ ولكن حتى لو انه ما بحب تخصصه، تقدر انك تروح وتشوف شو الاشي اللي بتحبه وتاخذ عنه كورسات وزيه زي الشهادة يصير. ولكنك انت رحت على طريق النصب يا اخي اليمني. وبس لا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى انه يكون الفيديو عجبكم. صراحة هذا الفيديو استمتعت فيه كثير انا، لاني طلعت هيك حكيت اشي من القلب، مش انه بس هيك فيديو تسليكي، لا والله طلعت اشي من القلب وحكيت لكم اياه. ولا تنسوا اللايك او الاشتراك او التعليق او اي شيء، اعمل اي شيء. اراكم في الفيديو القادم. السلام عليكم.